ايوه ايوه ايوه، اللي انت شايفه ده حقيقي. انا بعمل حلقة بعد وقت قليل نسبيا من اخر حلقة نزلتها، علشان كالعادة ما بعملش حلقة غير لما دماغي تفضل تسأل سؤال وابقى عايز اتكلم مع كل اللي حواليا فيه. فبختصر كل ده وبقعد ابحث ورا الموضوع واحلل بقى واطلع مستخلص الحوار ده كله في حلقة بسيطة كده افكر بيها بصوت عالي مع الناس. الهوى سلطان، الفيلم اللي كنت عايز ادخله سينما كأول مرة ادخل فيها سينما في حياتي، بس مرضتش. ليه معرفش. المهم ان الفيلم نزل على المنصات من كام يوم بعد ما اترفع من السينمات والناس شافته بقى وعمالة تتكلم عليه كتير. وهل هو فعلا فيلم حلو ولا لا؟ والكل منقسم الى شقين، ما بين ايه الخرا ده زي سلامة صاحبي كده، وما بين ايه الجمال ده. وهنا يجي دوري. الصداقة والحب من أعقد العلاقات اللي بنعيشها، بس السؤال اللي بيطرح نفسه دايما، هل ممكن الصداقة تتحول لحب؟ أساس الصداقة دايما بتبقى مبنية على التفاهم والاحترام، علاقة نقية بعيدا عن المصالح بتدي إحساس بالأمان. بس أوقات كتير مع القرب المستمر والمشاعر اللي بتتولد ممكن الحدود بين الصداقة والحب تبتدي تتهز. إيه هي بقى العوامل دي اللي ممكن تحول علاقة صداقة لعلاقة حب؟ واحد، الأمان العاطفي. لما تحس إن حد فاهمك ومتقبلك زي ما أنت، مع الوقت ممكن ده يتحول لرغبة في حاجة تانية أعمق، بالذات لما أنت تبقى شخص مختلف وغير العامة. اتنين، تشابه القيم. لما تلاقي حد شبهك في أحلامك وطموحاتك وطريقة تفكيرك، الإعجاب بيكبر وده ممكن يخلي العلاقة تتطور ما بينكم. تلاتة، التواصل المستمر. كل ما حد يبقى في حياتك بشكل دائم طبيعي التعلق يزيد، ولو التواصل ده اختفى فجأة بيبتدي الاحتياج الكبير جدا يظهر. أربعة، المجتمع والضغوط. ساعات المجتمع بيضغط على العلاقة ويفرض فكرة إن أي صداقة بين ولد وبنت لازم تنتهي بحب. ده غير الخوف الطبيعي من التعبير عن الحب، علشان محدش عايز يخسر الصداقة دي لو الحب ده ما نجحش. قد أنا قلت كلمة حب كام مرة، والله حاسس إن أنا كرنج وأنا بتكلم في الحاجات دي. مش أنا خالص، مش أنا خالص، بس يلا بقى نعمل إيه، خلينا نكمل. الخلاصة، الصداقة اللي بتتحول لحب ممكن تعمق العلاقة وتديها بعد جديد، بس في نفس الوقت ممكن تخسر العلاقة دي كلها لو الحب ده فشل. والسؤال هنا، هل احنا مستعدين نغامر بكل ده، ولا احيانا الانسب نسيب العلاقة نقية زي ما هي خالية من تعقيدات الحب؟ وعلشان تقدر تصيغ كل ده في فيلم سينمائي مش في مقالة زي اللي انا حاسس ان انا قلتها دي دلوقتي، صعب جدا. تعالوا نبص بصة كده على نفس الموضوع ده في اعمال عدت علينا قبل كده. فيلم الخلبوص مثلا بتاع الفنان محمد رجب اي كي اي الباتشينو العرب. ما تستغربش المثال، خليني اكلمك عن الفيلم شويه. الفيلم باختصار، عندك يوسف الشاب اللي مقضيها لحد ما سنه كبر ولسه ملقاش الشخصية المناسبة اللي هتكمل معاه بقية حياته، وعندك ملك بنت خالته وصاحبته جدا اللي حافظة وعارفة كل بلاويه بالتفصيل، وهو بالنسبة لها شخص مش مناسب خالص ليها ولا لأي واحدة. خلبوز بقى، لكنها كانت بتساعده برضه في رحلته في البحث عن العروسة المناسبة. لكننا بنتفاجئ بعد ما بتتخطب لصاحبهم التالت إيهاب، واللي دوره مش مهم لدرجة إنه أخد العصير بتاعه يعزم بيه على واحدة من ضمن اللي كان عايز يتعرف عليهم، إن ملك طلعت بتحب يوسف. طب إزاي؟ وبعد ما هو انا حاسس نفسي خالد نبيل. وبعد ما هو خطب فركشت خطوبتها وراحت انعزلت شويه كده هو مع نفسها، لحد ما هو بيكتشف انه اتدبس في خطوبه سكه وبيدور على ملك بنت خالته وتقف معاه من تاني، لكنه ما بيلاقيهاش وبيتفاجئ من كلام ايهاب انها بتحبه هو. طب المبرر يابا، المبرر يا عمنا، لو مش هنزعجكوا يعني معلش عايزين مبرر. المهم انه بيدور عليها وبيروح لها ويقول لها انه بيحبها. وانا ليه بتكلم بالقافيه؟ علشان كانت واقفه معاه كل ده. طب ازاي برضه وهي راحت جاريه هناك كده هون ولفت بقى باستحضار الاداء الكليشيه المعتاد وردت وقالت له، انهي حب يا يوسف؟ حب مامتك ولا حب اختك ولا صاحبتك اللي شايله كل بلاويك؟ ونهت كلامها بانها ما ينفعش تكون في حياته وسابته ومشيت. طب ما ترجعوا مع بعض يعني، هو مسافر لها كل ده، ما ترجعوا مع بعض، خدها معاك وانت راجع، يعني مش فاهم سبتيه ليه. المهم ما علينا، بنروح وقت ما كانت في ندوة للكتاب الجديد بتاعها واللي كان بتدور أحداثه حوالين قصة يوسف في رحلته واختيار بنت الحلال. وطلع قدام الناس دي كلها وقال لها، عارفة يا ملك، واحنا صغيرين كنا بنخاف من الضلمة، بس لما كبرنا لقينا حاجات كتير قوي بتخوف. يعني ايه يا اسطى؟ وبس قال لها بحبك بقى بعدها ويا مجنون والكلام ده كله، وهي راحت له عادي واتجوزوا على البحر بالنهار ومعرفش فين المعازيم، وبس خلص الفيلم على كده. طب يا باشا انت نسيت حاجة، هي وافقت ليه بعد ما رفضت؟ وحبيته ليه اصلا طالما هو شخص سيء كده؟ وهو حبها ازاي مع انه عمره ما فكر فيها؟
المهم ان ده اقرب مثال من اللي شفته في الهوى سلطان. وكان في برضه على الهامش كده هو في فيلم واحد صحيح بتاع هاني سلامه، انا بقول ايه، كان عبد الله اللي هو الاستاذ هاني نفس الكلام، مش راسي في علاقه واحده، وكانت في واحده بتحبه لكنه ما كانش بيفكر فيها قوي، وكان في واحد صاحبها جدا بيحبها بس مش قايل، وهي واخده بالها بس بتستعبط، وبيعترف لها لكنها بتتجوز هاني سلامه برضه، وبيسيب الفرح بعد ما يفقد الشغف في نصه ويمشي، والفيلم بيخلص على كده. انت مستغرب ليه؟ ما هو واحد صحيح. وكان نفس القصة دي موجودة برضه في مسلسل لا تطفئ الشمس، اللي كان فيه آية البنت اللي كانت بتحب الأستاذ بتاعها في معهد الموسيقى، وكانت على علاقة بيه في السر، وكان صاحبها جدا ده عارف كل التفاصيل وبيحبها برضه لكنه ما بيقولش. ويوم ما قال لقاها مش جاهزة وبيختفي عنها فترة لحد ما بتحتاج له من تاني، ويظهر تاني في حياتها بعد فترة طويلة لما كانت اتعلمت الدرس فعلا وبتكون عرفت قيمته، وبيرجعوا لبعض في نهاية المسلسل بعد كام ضرب حصل كده. وبمناسبة لا تطفئ الشمس، الحكاية بتاعة البنت الصغيرة اللي بتحب واحد قد أبوها دي اتعملت في فيلم لا تطفئ الشمس برضه، وأنف وثلاث عيون والعذراء والشعر الأبيض، وكل دول أعمال للكاتب إحسان عبد القدوس الله يرحمه. وجوه الروايات بقى في تبرير واضح ومنمق لكل تفصيلة في العلاقة دي، ليه تمت وإيه التغيرات اللي حصلت في العلاقة، ونهاية الموضوع محكمة، ودي أكبر ميزة في الأدب، التفاصيل. وبمناسبة أنف وثلاث عيون برضو نفس القصة دي اتعمل لها معالجة في فيلم السنة اللي فاتت بنفس الاسم، وفيلم تاني اسمه ليه تعيشها وحدك، وفيهم شبه من بعض قوي، مفيش ولا مبرر واحد يخليهم يحبوا بعض ولا بإنهم يوافقوا على إن العلاقة دي تاخد منحنى تاني، والفيلمين بيخلصوا وانا بصوت وبقول يا جماعة ادوني مبرر. المهم انا بقول لك كل الامثلة دي ليه؟ علشان الفيلم ده من وسط كل دول اخيرا اداني مبرر، بل وبالتفاصيل كمان. علي وسارة أصحاب من الطفولة، حياتهم مربوطة ببعض بشكل غريب زي توأم روح كده، بيفهموا بعض من غير كلام وبيتشاركوا كل حاجة، بس دايما شايفين حبهم لبعض زي الإخوات. مع الوقت سارة بتحاول ترتبط وعلي بيساعدها تختار العريس المناسب، وسارة كمان تحاول تعمل نفس الشيء لعلي من غير ما يفكروا إنهم ممكن يكونوا بيعطلوا نفسهم عن السعادة الحقيقية. والسنين بتعدي وكل محاولاتهم في العلاقات بتفشل، ويرجعوا كل مرة يفضفضوا لبعض عن خيبتهم، لحد ما علي يبدأ يحس إن قربهم الزايد ده ممكن يكون السبب إن حياتهم العاطفية متوقفة، وبيواجه سارة في لحظة يأس وإحباط، واللي هي شايفة إن حياتها مكتملة بوجوده وإنها مش محتاجة أكتر من كده. وبيحصل ما بينهم خلاف بيخليهم يبعدوا عن بعض شوية بدون ترتيب، يمكن يلاقوا حياتهم مع حد تاني، وده اللي بيحصل فعلا. علي بيرتبط بليلى البنت المثالية بالنسبة له، اللي عندها كل المواصفات اللي بيحلم بيها واللي هتوصله لللايف ستايل اللي بيحلم بيه. وسارة ترتبط برامي دكتور غني ومعجب بيها، وتقدر تقول كده انه بيحبها. لكن المفاجأة ان ولا علي بقى سعيد مع ليلى ولا سارة بقت مرتاحة مع رامي. الاتنين بيكتشفوا انهم فقدوا الملاذ الامن اللي كان بيجمعهم، وان ولا ليلى ولا رامي قادرين يملوا الفراغ اللي سببه غياب بعضهم عن حياة التاني. وفي الآخر يستسلموا للواقع ويفهموا إن السعادة مش بتيجي مع شخص كامل المواصفات، السعادة مع اللي تفهمه بجد من غير كلام، واللي يشاركك تفاصيلك الصغيرة واللي تكون على طبيعتك معاه. علي وسارة يلاقوا إنهم كانوا بيدوروا على اللي معاهم أصلا من البداية، ويرجعوا لبعض مش كأصحاب بس لكن كتوأم روح وشريكين ما ينفعش حد يفصلهم عن بعض. قصة لذيذة واستمتعت جدا بيها الحقيقة. ليه؟ علشان تفاصيلها، تفصيلة زي انهم لما كانوا في خطوبة صاحبهم وبيرقصوا وفي شخص باين عليه انه بيحاول يفتح سكة معاها، يجي هو ويقف قدامهم ويرقص معاها وياخدها كمان بعيد عنه. تفصيلة زي دي يمكن هي ما تلاحظهاش قوي، بس انا فاهمك قوي يا علي. تفصيلة تاني زي انه بيجس النبض مع انه يمكن يكون ما بيفكرش في ده دلوقتي، لما كان بيسألها عن لو واحد عايز يقدم خاتم لواحدة يعرف مقاسها منين، وقالت له من الجواهرجي، فسألها هو انت عندك جواهرجي ولا ايه النظام؟ فاهمني؟ تفاصيل زي دي كتير مش هقعد اتكلم عنها يعني بالتفصيل. باختصار دول اتنين فاهمين بعض قوي، كل الافيهات اللي بيرددوها من افلام ومسرحيات وساعات كتير برامج تلفزيونية يمكن محدش غيرهم بيركز فيها قوي. كل دي تفاصيل لذيذة يمكن تكون تافهة للبعض بس لذيذة بالنسبة لهم وبالنسبة لي انا كمان. يعني انا مثلا بحب لقاءات تلفزيونية وحافظها صم من كتر ما برجع لها ساعات، بل وبحملها كمان عشان ممكن في يوم ما الاقيهاش على يوتيوب. وعادي برضه مش لازم يعني كل الناس تكون زي بعضها بالظبط، ممكن يكون في شوية تفاهم، لكن في الحقيقة مفيش أجمل من التناغم. على رأي واحد كان كاتب ريفيو على الليتر: رجل وامرأة لا يحبان نفس الأفلام سوف يتطلقان في النهاية. ودي تفصيلة مهمة جدا صدقوني ما بين الطرفين. يعني انا مثلا يوم ما ارتبط بواحده عايز لما اقول لها تشارلز داوكنز تكمل معايا وتكون فهمت قصدي وتقول لي نبدا الكلام باسمك اللهم،
القصد يعني ان احنا نكون فاهمين افكار بعض ونعرف نتواصل مع بعض كويس، حتى الهزار بينا يكون مفهوم. والعلاقة بتاعتهم بتوصل لدرجة عالية من التطور في الشوية اللي بعدوا فيها عن بعض، ولما رجعوا فهموا قيمة علاقتهم دي كويس. مش بشكل مثالي برضو، هما لما كان كل واحد فيهم مرتبط ده الوقت اللي حبوا فيه بعض أصلا. وحصلت أحلى حاجة في الفيلم، المشهد بتاع الأسانسير، دي اللحظة الفارقة اللي من هنا اتقفلت كل السكك التردد، ولازم يبقى في قرار حاسم في أسرع وقت ممكن. وأيوة اترددوا واتلخبطت كل حاجة، بس في النهاية فهموا الفولة. أي نعم، كل طرف ساب الشخص اللي كان معاه، بس بعد ما علمه درس مهم جدا من غير حتى ما يقصد. سارة علمت رامي إن مش كل حاجة هتحصل بالتفاصيل اللي هو عايزها، وإنه بيحكم على الحاجات بسطحية، وإن الغرور في العلاقات ما ينفعش. وعلي كذلك علم ليلى ان الشخص اللي هيكون شريك حياتك ما ينفعش الفترة اللي بتتعرفوا فيها على بعض تبقى كلها خروجات مع اصحابكم، طب يلا ساحل، طب يلا جونة، طب يلا كفر الشيخ مركز مطوبس نعمل بارتي ان زريبة هناك، لدرجة ان مفيش لحظة قعدوا مع بعض واتكلموا فيها وهل احنا متفاهمين ولا لا، وايه مستقبل علاقتنا دي اصلا. انت متخيل ان طول الفترة اللي اتخطبوا فيها كانت عبارة عن تخبط وخبوطي ما بيخلصش؟ حتى هو نفسه كان نفسه يجرب الجو ده وهو عاش له فيه يومين. وسارة برضه جربت كذلك حاجات كتير ما جربتهاش قبل كده. كل طرف من الأطراف الأربعة اتعلم الدرس وفهم عن نفسه أكتر، وإنه ما يبقاش أناني. وخلص الفيلم بإنهم اتجوزوا زي فيلم الخلبوص كده، بس الفرق إنه هنا ما ادانيش بس مبرر، لا دي مبررات، وحكالي القصة بشكل جميل جدا، وعمل لك حالة التلجلج والاهتزاز والتشوش دي بطريقة كويسة. وهو ده الفرق. كل القصص اتحكت قبل كده وديني اديت لك امثلة في الاول، لكن الفكرة في انت هتحكيها ازاي. تعالوا بقى نتكلم في نقطة تاني، هل الترندات مقحمة في الفيلم ده؟ انا عن نفسي شايف لا، لان ايه السبب اللي يخلي اغنية زي حلف القمر تبقى ترند غير ان هي تبقى حلوة؟ فاهمني؟ وايه اللي يخلينا نشوف حتت من برامج قديمة الناس ترجع تكتشفها تاني والمشهد ده ما خدش حقه واخد بالك؟ ومن وجهة نظر تانية انا شايف ان الفيلم ده موجه للكبار فقط، بمعنى الناس اللي نضجت في سن ال30 دي انسب فئة عمرية ممكن تتعلق بالفيلم، لانه معمول اصلا ليها، عكس حاجات كتير تانية مستفزة الترندات بتبقى مقحمة فيها فعلا مع ان ملهاش لازمة. هل مفهوم المواكبة بالنسبة لك انك تنحت الافيهات من على السوشيال عشان تلمس مع جين زي؟ هو ده التارجت يعني؟ احنا كده هنحبك مثلا؟ ثم انت كده بتعمل اغبى حاجة ممكن تعملها في حياتك، وهي انك بتموت العمل بتاعك ده، لان جين زي دول لما بيرجعوا للحاجات دي بعد اكتر من شهر بيسترخموها، وما بالك بقى باكتر من سنه هيستشعروا الريبه والكرنج في اللي انت بتعمله. يعني انا مثلا لما بتظهر لي حاجه على الفيس كنت بقولها من سنه ولا سنتين ولا حاجه، بحس اللي هو ايه التفاهه دي. وهي دي الفكره، ان جين زي ده بيكبر لو مش واخد بالك، يعني اللي انت بتحاول تواكبه ده دلوقتي الجيل بقى اللي جاي من بعده مش هيفهمك. ولا انا في الراب المصري خير مثال، اشهر رابرز في مصر اعتمدوا انهم يتارجتوا الفئه الصغيره دي، مع ان مزيكا الراب مش معموله للاطفال خالص. بس احنا بلد غريبه انا عارف، حتى في الافلام لما بتظهر الاستيريوتايب عن الراب ان طفل قاعد بيسمع مروان بابلو، ايه يا ابني ذوقك الموسيقي ده؟ الراب والتراب وبتاع، يا وداني. وعلشان كده الراب فشل في مصر بالطريقة دي، علشان استهدف عيال، وعلى رأي المثل اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من البصبصة. ففيلم الهوى سلطان فيلم يعيش، أيوة هيعيش جدا كمان، لأنه مش مقرون بسنة معينة أو بترندات معينة. برضه اللي بيحب جورج وسوف وبهاء سلطان دلوقتي هو اللي هيحبهم كمان 10 سنين مثلا، لأنهم بجد حلوين، ونفس المشاكل دي في العلاقات هتفضل موجودة برضه. وفي حاجة أخيرة بقى عايز أتكلم عنها، وهي مشاهد الشرب اللي في الفيلم. هل دي بيتروج لها؟ يا ابني هو كل الناس عايشة نفس ستايل حياتك؟ هتقول لي من امتى في ثقافتنا الخمور والسهر وبتاع؟ هقول لك من زمان جدا، عندك افلام الخمسينات والستينات روح بص عليها، دي حاجة كانت عادية جدا ومحدش بيتكلم فيها اصلا، لان كل واحد حر. مش عاجبك ستايل الحياة ده انت حر ما تعملوش، دي حاجة ما تتحبش فعلا، لكن محدش مجبر ان هو يعرض اللي على مزاج سيادة. انت ليه فاكر نفسك مهم قوي كده؟ كل حاجة بتلف وتدور حوالين انها بتتأمر عليك وعايزة تقنعك بمش عارف ايه. انت مين اصلا؟ انا اسف لما منفعل يعني، بس القصد انك تنضج بقى وتعرف انك مش مهم خالص، ومحدش بيروج لك لاي حاجه والله. انت بس اللي بتحب تحسس نفسك انك مهم زياده عن اللزوم، وبتعوض حاجه بحاجه تانية خالص عشان تثبت لنفسك انك تمام ولسه ليك راي واهميه وبتعرف تعترض.
ها اتلم. انت عندك شخصية في الفيلم كان نفسها تجرب اللايف ستايل ده وجربه فعلا وطلعت حاجة تخنق، محتاج منك طول الوقت تبقى كول ولذيذ وبتاع، ودي ما كانتش حياته، فبيوري لك تجربته انه ببساطة ما عرفش يتأقلم. واللي خلانا اتكلم في الجزئية دي هم شوية اللي ما عرفش بيعملوا ايه دول، بس بيسموهم بلوجرز. شوية البلوجرز دول كانوا عمالين يتكلموا عن الفيلم انه معمول علشان يروج لك لمش عارف ايه، وكانوا بيعملوا دعاية للفيلم تقريبا. يعني احنا الدعاية عندنا للافلام بقت حاجة في منتهى القرف اخر فترة. الفكرة اني عرفت الفيلم ده من الفيديوهات دي اول ما اتعرض في السينما، وعرفت بعدها ان ده الفيلم الاول للمخرجة هبة يسري اللي كانت عاملة المسلسل الايقوني سابع جار. في النهاية الفيلم حلو جدا ويتشاف كمان مرة بعد فترة عادي، وعايز اقول ان مبسوط جدا بالكام فيلم اللي اتعملوا الفترة الاخيرة لكام مخرج جديد، دي اول تجاربهم. عندك البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو لخالد منصور، وعندك ست ايام لكريم شعبان، وعندك الهوى سلطان اهو لهبة يسري. كل دي اعمال مبشرة ان الانتاج الفترة الجاية هيتزحزح شوية، يا ريت يعني. ونفسي جدا جدا يتفتح المجال لكتاب سيناريو جداد في السوق، احنا فاقدين للسيناريست الشاطر اللي ليه بصمة قوية زي وحيد حامد كده مثلا. بقالنا فترة طويلة نايمين يا جماعة في الخط، وبقى نادرا لما تلاقي سيناريو محكم. وممكن اعمل حلقة عن الموضوع ده، غير طبعا المخرجين برضو. كلمة فيلم الكذا دي ما بقيناش نشوفها خالص، وسينما الممثل دي نفسي نقتنع انها تجربة فاشلة بكل المقاييس ونفسي نبطلها. احنا مش محتاجين فيلم يتصرف على انتاجه ملايين الملايين وفي الاخر السيناريو مليان ثغرات. بالعكس احنا ممكن نعمل تحف فنية لو بسيناريو عظيم ومحكم واخراج متقن. مش محتاجين حد يستعرض علينا بالدرومز وبتاع وحركة الكاميرا الغير مبررة دراميا اللي يحسسك ان هو بيصور ميوزك فيديو مش فيلم. وبس كده، ده اللي احنا محتاجينه. وفيلم الهوى سلطان ده ايوه فيلم يعيش ويعيش حلو قوي كمان، ويمكن بعد كام سنة نرجع نقيمه من جديد. وبس ده كل اللي كان عندي على الفيلم. لو كنت قدرت اضيف لك اي حاجة عن السينما بهزر طبعا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتكتب كومنتات كتير، وتشترك في القناة التانية وتتابع البودكاست بتاعنا بودكاست شعبولي. الدنيا هناك زي الفل، روح وهتنبسط. بس كده، سلام.